السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده باذن الله هنعمل مع بعض كيكه من احلى واطعم الكيكات اللي انت هتعمليها. هنعمل النهارده باذن الله كيكه السفندي، طعم وريحه السفندي. هنعملها بخطوات بسيطه وهنعملها في الخلاط. طريقه سهله جدا وهتطلع معاكي باذن الله هشه وطريه وخفيفه واسفنجيه زي ما احنا شايفين كده، ويطلع معاكي كمان لونها فاتح. تابعوا معايا الفيديو باذن الله، وصفه النهارده تعجبكم تجربوها. يلا نسمي الله ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله. اول حاجه هنبدا في تجهيزها هي المكونات الجافه. معايا هنا كوبايتين ونص من دقيق متعدد الاستخدامات او دقيق الحلويات منخول مرتين. هنزل عليه كده بباكت من الكيك شيف، باكت الا معلقه صغيره. هقلب بقى المكونات الجافه كده كلها مع بعضها. بعد كده هنزل بثلاث بيضات بحراره المطبخ، هنزل بيهم في الخلاط. لازم البيض يكون بحراره المطبخ، ما يكونش لسه خارج من التلاجة عشان يدينا هشاشه للكيكه. بعد كده هنزل عليه بمعلقه صغيره من الفانيليا السايله، وهنزل عليه بالمحسن التحفه اللي هيفتح معايا الكيكه، وهي معلقه كبيره من الخل وعصير ليمونه كده متصفيه. هنزل عليهم بمعلقه صغيره مليانه من فروتي بطعم السفندي. هنزل عليهم كمان ببشر سفندي، حوالي معلقتين كبار من بشر قشر السفندي بالعصاره بتاعته كده اللي بتخرج من البشر اثناء البشر. بعد كده هنزل عليهم بمج من الزبادي، نفس المج المعياري المستخدم واحد لكل المكونات. هنزل عليهم كمان بربع كوباية صغيرة من اللبن الحليب. هنزل كمان بكوباية تلتها سمنة، ونكمل بقيتها زيت، يعني تلت كوباية سمنة وتلتين زيت. بعد كده هنزل عليهم بمج وربع من السكر العادي، بس لازم يكون السكر فاتح، السكر اللي هو مش سكر التموين، السكر الفاتح الابيض اللي احنا شايفينه ده. بعد كده بقى بنضربهم كويس قوي في الخلاط لحد السكر ما يدوب معانا والمكونات تتجانس، وده شكلهم بعد ما ضربناهم في الخلاط. بننزل بيهم بقى كده في طبق عميق او بوله كده زي ما احنا شايفين. بعد كده بننزل عليهم بالمكونات الجافه اللي هي الدقيق بالكيك شيف زي ما احنا شايفين كده. بقى نقلبهم كويس قوي لحد بس الدقيق ما يختفي معانا، يعني ما نزودش في الضرب زي ما احنا شايفين كده عشان ما يعملش عرق. بعد كده بقى بنصبهم في صينيه مقاس 28 في 20 بتكون مدهونه بالسمنه، وبنكون مجهزين الفرن بقى مولعينه قبلها كده بخمس دقايق. بنحطها في الرف الاوسط والحراره تكون اقل من المتوسطه حوالي 160 درجه. منفتحش عليها اثناء التسويه زي ما احنا شايفين كده. ومده التسويه حوالي 50 دقيقه او 55 دقيقه زي ما احنا شايفين كده. ده شكلها بعد ما خرجت من الفرن. عايزه اقول لكم والله ريحتها بسم الله ما شاء الله تحفه، طالعه معايا هشه وخفيفه واسفنجيه زي ما احنا شايفين كده، وطعمها والله في منتهى الجمال، احلى كمان بكتير من كيكه البرتقال. زي ما احنا شايفين كده لونها الفاتح نتيجة للسكر اللي احنا استخدمناه، السكر الابيض الفاتح، وكمان الليمونة اللي احنا عصرناها، والمعلقة الخل بتدي هشاشة برضو، بتدي لون فاتح زي ما احنا شايفين كده. واهم حاجة برضو نكون مستخدمين دقيق متعدد استخدامات او دقيق حلويات، ما ينفعش خالص نستخدم دقيق مخبوزات. كمان نوع الرافع اللي احنا هنستخدمه يعني البيكنج باودر، يا اما نستخدم بيكنج باودر يا اما نستخدم كيك شيف، بس انا بفضل كيك شيف لان هو فيه مواد رافعة وفيه كمان محسن للدقيق زي ما احنا شايفين كده. عايزه اقول لكم والله بسم الله ما شاء الله تحفه. وكده تكون خلصت وصفتنا النهارده. ما تنسوش بقى فضلا لايك للفيديو، شرفوني باشتراككم في القناه، وفعلوا زر الجرس على كلمه الكل عشان يوصلكم كل جديد. بشكركم جدا. السلام عليكم.